السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى فيديو النهاردة بتاعنا كده، هو صغنن مش كبير، بس ان شاء الله ان شاء الله تستفادي منه وهتتملي كده منه نشاط وحيوية وطاقة ان شاء الله. واهم حاجة من كل بصوا، يعني ما تقعيش في الغلط اللي انا وقعت فيه في الكنبة اللي انتوا كنتوا عارفين ان انا بعملها عشان احولها لسرير. فالحمد لله، هو قدر الله ما شاء فعل، فان شاء الله ان شاء الله برضو هتتظبط، يعني ان شاء الله تتصلح وتتظبط كده. انتوا هتشوفوا معايا في كده في اخر الفيديو برضو، يعني هوريكم اللي حصل فيها. فياريت بقى تتابعوا معايا الفيديو للاخر كده، وما تنسونيش بلايك واشتراك ودعوة حلوة من قلبكم. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. ونصلي كده على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا هنا اول حاجه كده كان المسحوق عندي خلص، فكنت جايبه ده طبعا الحمد لله، يعني كان جوزي جايبه كده. كنت لسه قبل ما التاني يخلص، اللي هو الاولاني يعني يخلص، فجبته كده فركنته. لان انتوا زي ما انتوا عارفين انا بستخدم برضو الغساله العاديه، يعني مش بستخدم الاوتوماتيك على طول. فده كان اللي هو الاوتوماتيك، كان 9 كيلو، اللي هو 8 وعليهم كيلو هديه. واوكسي اللي هو بنسيم الشرق، فريحته تحفه بامانه، بجد ريحته حلوه قوي قوي. فيعني انصحكم بيه لو حد عايز، يعني الغسالة الاوتوماتيك ده حلو جدا، واقسم بينضف حلو قوي. فعامة كده ايه، انا عندي طبعا بشيله تحت الحوض، فعشان بخاف برضو يجي عليه نقطة مية، بيجي عليه حاجة. فالجردل ده معايا بقاله سنين السنين بجد، يعني مخصصاه كده بس اللي هو المسحوق. بعمل ايه يعني، هو طبعا بالغطا بتاعه، فبفضي فيه الكيس بتاع المسحوق. وطبعا هو هنا مشلهوش كله، فبحط فيه برضو اللي هي الكوباية بتاعته اللي هي المعيار يعني. وبغطيه بالغطا بتاعه وبشيله تحت الحوض، جه نقطة مية جه اي حاجة، يعني بصوا ابقى في امان. برضو الواحد ايه ما يضمنش ايه اللي ممكن يحصل، لا قدر الله ما يعني ايه، حاجة مثلا ماسورة مثلا يحصل حاجة بتاع، فانا ابقى كده في الامان. الحوض مثلا يتخرم حاجة تحصل لا قدر الله، برضو ايه كده احسن. وطبعا اللي اتبقى معايا في اللي هي الكيس بتاع الاوكس نفسه ده هستخدمه الاول، وهسيب الجردل زي ما هو. وكان عندي بقى هنا، بس انا طبعا لما جيت يعني فكيت اللي هو الكيس دون، كنت ساعتها مشغله الغساله، اديت لها دوره خل. يعني بين كل كيس والتاني لازم ادي للغساله دوره خل، يعني ايه دوره كامله زي اللي انا بحطها كده، بشغلها للغسيل نفسه. بس بحط فيها خل، ما بحطش مسحوق ولا بحط اي حاجه، بحيث ان انا احافظ على الغساله وتعيش معايا اطول فتره، وتنضف كمان الغسيل. لان طول ما انت بتديها الدوره دي، هي بتطلع لك الغسيل ما شاء الله حلو جدا. وبعد كده بقى جبت الغسيل بتاعي وقعدت ايه قلت اتسلى فيه. ويا ترى بقى انتوا بدأتوا كده في تنزيل الشتوي اللي هو تنزيل الصيفي يعني، والشيل الشتوي، ولا عملتوا ايه؟ عايزاكي كده تشجعي وتخلصيهم بسرعة كده، يعني ايه واحدة واحدة قبل بقى الامتحانات، مش هقولك قبل العيد. يعني احنا الحمد لله في ضغط اعصاب الفترة الجاية، بس الشاطرة الناصحة اللي مش عايزة تحس بضغط اعصاب تلحق نفسها كده دلوقتي. تلحق مثلا تشيل الشتوي، تلحق بقى ترص الصيفي، تغسل مثلا السجاد، تروق حالها، تعمل تحت السرير لو هتعمل كده، ولو هي بتشيل في الشتوي. لاننا عارفين طبعا ان الشتوي لما بيتشال حرفيا بتبقى، لو هتشيل تحت السراير او في الدواليب او فوق الدولاب، بتبقى الدنيا بصي يعني تبقى الزحمة بقى هنا، يعني تحت السراير والحتت دي. فانت بتبقي لازم تنضفي طبعا من وقت للتاني، حتى لو ما نضفتيش على العيد او على رمضان. يعني ايه الاحسن انك انت يعني ما بتنضفيش خالص، بس لا وانت بتشيلي الشتوي او بتشيلي الصيفي لازم لازم لازم، عشان تحافظي على هدومك، ما يوصلهاش اي حشرات او اي حاجه. برضو نظافه، انت هتحسي بالنظافه وبالروقان، وتحسي كده. على فكره ان انا هقول لكم فعلا، انت تحت السرير ممكن تكوني مش شايفاه بعينك، بس بتبقي مرتاحه نفسيا لما بيبقى المكان نظيف وما فيهوش تراب. هي سبحان الله هي بتبقى كده. فحاولي كده تلحقي نفسك دلوقتي، لسه قدامك برضو فترة. احنا بصي عايزين نلحق قبل ال10 ايام، او قبل اللي هما ال9 ايام بتوع قبل العيد اللي هما الصيام، بحيث ان انت تبقي مخلصة كده ورايقة. يعني لو في صيام بقى، في امتحانات، الجو ده، انت تبقي مخلصة حالك، مخلصة الحاجات التقيلة، فتبقي تمام كده. انت ايه يعني 10 على 10 معاكي، الدنيا تبقى ايه رايقة معاكي. غير تبقى على المسح والفرش، يعني لما تبقى غاسلة السجاد وفرشة حاجات خفيفة، بدل ما تغسلي سجاد تقيل، لا انت هتغسلي حاجات كده ايه خفيفة كده، مشايات وحاجات خفيفة.
فالحقي وقتك كده وظبطي دنيتك عشان ترتاحي ان شاء الله. فانت في ايدك تريحي نفسك وفي ايدك تتعبي نفسك. فانا من رأيي يعني اختاري الراحة. يعني زي ما انتوا شفتوا معايا كده انا خلصت الحمد لله غسيل سجادتين من الكبار، اللي هي الحافظة الكبيرة قوي، هي حافظة بس تقيلة قوي. يعني حرفيا ما بتتغسلش معايا. شوفوا ما شاء الله الغسالة العادية عندي كبيرة ما بتتحطش فيها، وحرفيا بتتغسل لا يعني بتاخد مجهود جامد. وخلصت برضو بتاعت سجاد اوضه الاطفال، والحمد لله قاعد لي كده سجاده من الكبار والباقي كله صغير. مش هياخد معايا ان شاء الله اي وقت ولا اي حاجه. فانت كده ايه خليكي ناصحه كده والحقي خلصي. وانا دلوقتي برضو بصوا يعني كنت بشيل برضو في البطانيه دي، كانت برضو هغسلها وهغسل الحفه بتاعت الاطفال، بحيث ان انا لما اجي وان شاء الله هغسل برضو كده هحط الغساله العاديه اخلص الغسيل كله، عشان لما اجي اغسل لما اجي اشيل الشتوي اشيل بقى البطاطين والحفه وكله يبقى ايه كله مغسول معايا. واللي مش محتاجاه يا ريت تطلعيه كده لله، يعني تكسبي ثوابه. واحسن من الكركبه والبهدله وتلاقي نفسك يعني ايه زحمه كده على الفاضي. بالتالي لما تكسبي ثوابه احسن بكتير جدا. فربنا يا رب كده يسترها علينا جميعا يا رب ان شاء الله. واكسبي حسنات كده يعني من حاجات انت مش محتاجاها، يعني متخيله مش حاجه مثلا انت محتاجاها وانا بقولك لا اديها لحد او كده، لا. وبدل الكركبه وبدل ما تلاقي نفسك فعلا الكركبه والحاجات دي فعلا بتحس ان هي بتدي طاقه سلبيه. فانت خلي دايما دنيتك نظيفة ورايقة. لما تلاقي عندك مثلا طقمين 3 للأولاد هما بيلبسوهم، أحسن ما تلاقي 20 طقم وفي الآخر هما ما بيلبسوش منهم غير 2 3 برضو. فليه تشحني نفسك طاقة سلبية على الفاضي؟ فيعني اكسبي ثواب كده وطلعيهم لحد يكون محتاجهم. ويا رب كده يملى بيوتنا كلنا خير كده يا رب. وهي ايام مفترجة برضو عند ربنا، واكسبي ثواب على قد ما تقدري. وبصوا بقى هنا كانت الكارثة اللي حصلت في الخشبة اللي كنت وريتها لكم، اللي هي المفروض هتبقى الصحارة. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هو فجأة يعني ابني جه يقف عليها فكسرت بالمنظر ده. انا اكتشفت ان ده كرتون تقريبا، مش حتى ابلكاش. فاكرين زمان كنا بنقول على ابلكاش دون وحش قوي، لا ده طلع حلو قوي جنب النوع ده. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل وربنا يسترها. انا مش عارفة بقى كده يعني، هو قال هيتقلها ويحط لها خشب تاني. فربنا يسترها يا رب ان شاء الله وتنفع كده تتظبط. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.